قمة العالم كله كان مستنيها بقاله فوق ال3 سنين. قمة جمعت بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس روسيا. كان المفروض القمة دي تطرح حلول للعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لكن نتائج القمة دي جت عكس المتوقع تماما. ولو متخيل إني بتكلم عن لقاء ترامب وزيلينسكي وحلف الناتو تبقى غلطان. هو إيه اللي بيحصل بالضبط؟ كوباية الشاي الجميلة والورقة والقلم وخلونا نتكلم عن قمة ألاسكا. أنا أحمد سلامة زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. الاثنين 18 أغسطس 2025 رئيس أمريكا دونالد ترامب اجتمع مع فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا في البيت الأبيض، بس مش لوحده، إنما معاه قادة من حلف الناتو. حد يسألني ويقول لي ليه؟ هقولك عشان وقف إطلاق النار. ترامب وزيلينسكي اللي جايب في إيده الرجالة من حلف الناتو، جايب في إيده ماكرون وميرتز وستارمر وباقي الرجالة، جايين عشان يتناقشوا في المؤتمر اللي قبله بيومين، الزغلول الكبير، مؤتمر ألاسكا بين بوتين وترامب. المؤتمر اللي أثبت إن بوتين واقف على رجليه ورجليه تقيلة على أرضه. طب هو إيه اللي حصل في المؤتمر ده؟ سلامة وغشتني. هقولك الجمعة 15 أغسطس 2025 وصل رئيس روسيا فلاديمير بوتين لقاعدة إيمندروف ريتشاردسون العسكرية اللي في ألاسكا، واستقبال حار بداية من السجادة الحمراء الطويلة اللي تم استقبال بوتين عليها لحد ركوب بوتين عربية الرئاسة الأمريكية، ومشي معاه تحت قذيفات الشبح بي 2 محاطين بمقاتلات F-22 على الأرض. بس على الرغم من الهيلمان ده كله صديقي، إلا إن اختيار ألاسكا مكان للاجتماع كان ليه أسباب. حد يسألني ويقول لي اشمعنى ألاسكا يا سلامة؟ هقولك لأن ألاسكا كانت أرض روسية اشترتها أمريكا سنة 1867. اشترتها بكام يا سلامة؟ هقولك اشترتها ب7 مليون و200 ألف دولار بس، عشان وقتها ألاسكا كانت أراضي تلج صعب العيش فيها وما كانتش بتفيد الإمبراطورية الروسية في حاجة، واشتراها وقتها الرئيس الأمريكي أندرو جونسون، وده طبعا قبل ما يتم اكتشاف الذهب اللي فيها وتبقى وصمة عار في تاريخ روسيا. فهمت بقى صديقي لألاسكا؟ المهم خلينا نرجع للقمة. دخلوا جلسة سرية لمدة 3 ساعات وبعدها مؤتمر صحفي لمدة ربع ساعة بس، وكانت المحصلة تساوي 0 حرفيا. القمة بين ترامب وبوتين خلصت من غير أي نتيجة حقيقية. يعني نقدر نقول إن ملخص القمة إن بوتين شكر ترامب على استقباله، وإن أمريكا وروسيا جارتين بيفصل بينهم مضيق بيرنج. وضيف على ده كمان يا صديقي إن روسيا مهتمة بإنهاء الحرب مع أوكرانيا. أما ترامب فصرح إن الاجتماع مع بوتين كان مثمر للغاية، وقعد يدافع عن التهم الخاصة بتزوير روسيا للانتخابات الأمريكية، واقترح إن الاجتماع الجاي يكون ثلاثي مع زيلينسكي، وأخيرا رمى الكرة في ملعب أوكرانيا. ده ملخص القمة أو اللي اتقال قصاد الكاميرات، لكن في اللي ما اتقالش محترم. يعني كان المفروض حسب تقرير أليكسيس فيرتشاك لصحيفة ليفوجارو إنهم يناقشوا التنازلات الإقليمية والعقوبات السنوية والطاقة النووية والضمانات الأمنية واتفاقية التجارة، لكن ما فيش أي حاجة من دول اتقالت. كل الموضوع إنه أظهر الود والدفء في العلاقات ما بين أمريكا وروسيا. بس خليني أقول لك إن بوتين خرج كسبان جدا من المؤتمر ده. هتقول لي إزاي يا سلامة؟ هقول لك يا صديقي إن قبل زيارة زيلينسكي البيت الأبيض، ترامب طلع قال بشكل مباشر إن شبه جزيرة القرم اللي سلمها أوباما على حد وصف ترامب مش هترجع لأوكرانيا تاني، وإن أوكرانيا مش هتخش الناتو والحل في إيد زيلينسكي، وده ممكن يكون مبرر حضور الرجالة من حلف الناتو. ومش بس كده صديقي، ده الكلام على إقليم دونباس اللي هو شرق أوكرانيا بالكامل، أساس الحرب تما، يفضل بوتين محتفظ بيه. ودي من أهم مكتسبات القمة، إن الكلام يبقى بشكل مباشر كده. دونباس وشبه جزيرة القرم اللي أخدهم بوتين في الحرب يفضلوا معاه ويخرجوا من حسابات أوكرانيا وبالتالي من حسابات الحليف الأوروبي. لكن لسه مكاسب روسيا ما خلصتش، وعد معايا المكاسب التانية. بوتين مطلوب من 2 سنين لمحكمة العدل الدولية كمجرم حرب بتهمة نقل أطفال من دون السن من أوكرانيا لروسيا. لكن القمة دي خلت فلاديمير بوتين يقضي يوم تحت الأضواء راس براس مع ترامب، رئيس بيتم استقباله والاحتفال بيه من غير ما يتم فرض عقوبات عليه ولا حد يجبره بوقف إطلاق نار ولا حاجة، خصوصا إن روسيا بالفعل متقدمة في الحرب على أوكرانيا. بوتين كمان فلت من العقاب بحرفية بعد ما كان من أسبوعين مهدد بعقوبات على تجارة النفط الدولية. دلوقتي خلاص احنا يوم جديد وشمس جديدة وعفى الله عما سلف. أما أهم حاجة كسبها بقى من القمة دي هي البروباجندا. وخليني أقول لك يا صديقي إن مدرسة البروباجندا أو الدعاية السياسية هي صنعة في حد ذاتها، لأن الدعاية المباشرة بتضر بسمعة الزعماء أكتر مما بتفيدهم، لكن الصياعة هنا إن الدعاية بتيجي من أكتر الدول المنافسة ليك في العالم. لما رئيس أمريكا نفسه يستقبلك بالحرارة دي ويقعدك جنبه في عربية كاديلاك
بلاك وان. فأعتقد إن مفيش داعية أكتر من كده قصاد شعبك، ومبرر أكبر من كده لاستمرار الحرب. وقصاد المكاسب دي ظهر ترامب بمظهر الخاسرين، واحد ما كسبش أي حاجة غير إنه اتكلف وعمل حفلة استقبال. وقصاد ده مفيش ولا مطلب سياسي واحد اتطلب من فلاديمير بوتين ونفذه. وده أظهر أمريكا على إنها بتدعم الحوار مش بتفرض حلول زي زمان. يعني دور شرطة العالم انتهى، وعشان كده ناس كتير جوه وبره أمريكا هاجموا بعد القمة، وعلى راسهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن اللي قال يبدو إن بوتين تلعب بترامب مرة أخرى فلا وقف لإطلاق النار. وعندك كمان فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا اللي قال إن قمة ألاسكا رفعت من شأن بوتين. وهنا ظهرت ازدواجية المعايير يا صديقي. مش عاجبهم استقبال بوتين بس عاجبهم استقبال نتنياهو في الكونجرس. مش عاجبهم استقبال ترامب لبوتين لأنه في نظرهم مجرم حرب عشان بيهدد أمن أوروبا وبس. لكن عادي جدا يستقبلوا بنيامين نتنياهو اللي فعلا مجرم حرب وبيسقفوا له كمان في الكونجرس. والله لا تعليق. ما علينا نعود أدراجنا. تفتكر بقى ترامب كان بالغباء إنه يبان بالشكل ده قصاد العالم؟ أحب أقول لك لا، ترامب تاجر، والحرب دي جاية على هوا جدا. أولا استمرار الحرب معناه تحييد أوروبا وروسيا مع بعض، عصفورين بحجر واحد. حد يسألني يقول لي ليه؟ هقول لك إن الصين بالنسبة لأمريكا أهم من روسيا. من الآخر روسيا مشكلة أوروبا مش أمريكا، وأمريكا عندها مشاكلها الخاصة في المنافسة مع الصين. يبقى الحل إيه؟ نجيب روسيا على جنب ونهتم أكتر بملف الصين. وبالنسبة لاستفادة أمريكا من الموضوع هتدخل في صفقة المعادن النادرة اللي هي قوام المنافسة التكنولوجية بين الصين وأمريكا. وبما إن الصين محتكرة المعادن اللي بتصنع المايكروتشيبس، فأمريكا هتسيطر على سوق المعادن الأرضية. يعني مفيش أشياء هتصنعها الصين غير لما تعدي من أمريكا، وهو ده السبب الأساسي. وأمريكا كمان هتستفاد من أوروبا لأن تسليح أوروبا تما جاي من أمريكا، ودي أحد مكتسبات الحرب العالمية الثانية. طول ما أوروبا حاسة بالتهديد هتبقى عايزة تتسلح، يعني التجارة شغالة. وده بان لما ترامب قال لزولينسكي ليس هناك ضرورة لوقف آني لإطلاق النار. وعشان تفهم حجم التجارة صديقي، فصادرات شركات الأسلحة الأمريكية ل 2024 وصلت ل 200 مليار دولار. سنة واحدة بس دخلت المليارات دي كلها والرقم بيزيد. فترامب لا يهم أوكرانيا ولا أوروبا تهمها أوكرانيا، وما يهمش ترامب زيلينسكي هيسلم أراضي ولا لأ. كل اللي يهمه إزاي يطلع بمصلحة من اللي بيحصل، وده بجانب تحييد روسيا في سوريا لأن فاغنر كانت على حدود الكيان. فترامب اضطر إنه يسيب أوكرانيا عشان بوتين يحرك فاغنر بعيد عن الكيان. بس مش ده موضوعنا صديقي. وفي آخر لقاء بقى صحفي مع قناة فوكس نيوز نصح ترامب زيلينسكي إنه يعقد صفقة مع بوتين. بمعنى تاني هو القبول بالأمر الواقع مقابل وقف إطلاق النار على غرار الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو بتاعة 93. الأمر الواقع اللي بيقول إن روسيا تحتفظ بالأربع مناطق اللي سيطرت عليهم في الحرب، اللي هي شرق أوكرانيا بالإضافة لشبه جزيرة القرم، والمقابل إن الحرب تنتهي. بس خليني أقول لك يا محترم إن على الرغم من إن دستور أوكرانيا بيرفض التنازل عن الأراضي خصوصا مدن الحصن اللي بتقف قصاد التوسع الروسي، إلا إنه قال لك هنلف على الدستور ونقول الكلمة الأخيرة تبقى لبوتين، والمقابل هيكون إنهاء الحرب وضمانات أمريكية أمنية لأوكرانيا بس من غير ما أوكرانيا تدخل الناتو، حاجة من وحي المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة. وطبعا أوكرانيا رفضت، وده اللي ودانا على المؤتمر التاني بتاع البيت الأبيض. وخليني أقول لك يا محترم إن زيلينسكي جاء الزيارة دي وهو حاطط إيده على قلبه، وهو عارف إن تمامه عروسة شوية في إيد أوروبا وشوية في إيد أمريكا، خصوصا بعد ما شاف الحفاوة اللي تم استقبال بوتين بيها. فهو عارف إنه جاي وهو ملعوب بيه، وهو ده دوره من البداية. وطبعا عشان ما يكرروش اللي حصل في فبراير لما قعد قصاد ترامب يسمع توبيخه بس، الناتو بعته رئيس فنلندا اللي هو الرئيس المفضل لترامب على حد وصفه معاه كمرافق يمنع اي خناقه او اي فضيحه بينه وبين ترامب. ومش كده وبس، كمان ماكرون رئيس فرنسا وميرتس مستشار المانيا اغلب قاده الناتو في البيت الابيض. وكل ده محترم عشان يتفادوا سيناريو كارثي، سيناريو الضفه الغربيه الجديده، اتفاق تتحول فيه اوكرانيا الى كيان تحت سيطره كامله من روسيا من غير ما الخريطه تتغير ولا اوكرانيا تتنازل رسميا عن اراضيها، فيما يعرف بخطه ويتكوف اللي انكرها ويتكوف وقال امريكا ما تفرضش آرائها على حد. بمعنى تاني مصالح أمريكا في الحرب الروسية أكبر بكتير من أوكرانيا. الخلاصة يا صديق إن القمة كانت فرصة، لكنها فرصة جت في العارضة. اتوصفت إنها مجرد عرض سياسي خدم روسيا وما غيرتش أي حاجة على الأرض. بوتين طلع منها برفع مكانته دوليا من غير مقابل، وترامب اتهزت صورته جوه بلده لأنه راجع صفر اليدين. والنتيجة أوكرانيا لسه في نفس المأساة، وأوروبا وأمريكا لسه بيدوروا على خطة حقيقية مش مجرد استعراضات. تشرفتم متابعتكم، أشوفكم بخير.